كل ما زادت ثقافة المرأة كل ما نزعت ملابسها وقصرت تنورتها. مستغربين؟ تعالوا نشوف هذا الفيديو. تعالوا أشوفكم المرأة العراقية المتعلمة والمثقفة شنو كانت تلبس على مر السنين. العراقية لبست التنورات القصيرة والفساتين القصيرة، سواء كانت معلمة، أستاذة جامعية، طالبة أو موظفة. هذا هو اللبس العراقي المعروف واللي فتحنا عيوننا عليه، وبالنهاية كل واحد حر باختيار الملابس المناسبة لجسمه، المجتمع والمكان اللي يعيش فيه. هذا الكلام والمنطق الخاطئ للأسف تحاول أكثر من جهة تصدره للمجتمع. فمرة أكو صفحات تروج للملابس الفاضحة وتشجع عليها بحجة الحرية، ومرة أكو قنوات ومؤسسات نسوية تشجع المرأة على خلع الحجاب والتحرر وتستهزئ بالعباءة. يا جماعة الخير ترى كارثة، والله كارثة. زين وعود ليش لابسات عبي قسم من البنات؟ ومرة اكو شخصيات ممكن مدفوعين او لا هم يردون ينزعون ويظهرون جزء من جسمهم، فيقعدون يبررون لهذا الفعل حتى الناس يقولوا لهم عافية ويسوون مثلهم ويريحون ضميرهم. والاخت بالفيديو السابق دا تريد تقول انه اني لابسه فستان قصير لان اني مثقفة واعية وعالمة مثل ما كانت الطالبة والمعلمة والموظفة سابقا. ليش منو قال انه كل صاحب شهادة جامعية او موظف صار مثقف؟ يعني هسه الموظفة اللي دا تاخذ رشوة ويا مكثرهن هاي مثقفة وواعية؟ لو خافت قصدين موظفة مكتبة البصرة الست عالية محمد باقر اللي حافظت على أكثر من 30,000 كتاب ومخطوطة ثمينة من الاحتراق ونقلتهن بالسر لبيتها. شو بالله خلينا نشوف هاي البطلة شنو لبسها، هل فعلا تنورة قصيرة؟ سجل التاريخ أن العراقية عالية محمد باقر واحدة من أبرز نساء العراق والعرب في القرن الحالي. انت سامعة بالمؤلفة الواعية الشهيدة بنت الهدى واللي ترتدي العباءة؟ لو لا، والعديد من النساء الأخريات اللي تلقاهن جامعات بين العلم والثقافة والعفة والحشمة. باختصار أي أحد يربط ثقافة المرأة بالانحراف وترك الحشمة فهذا لا يمت للوعي بصلة، حتى وإن امتلك شهادة جامعية، ويا أكثرهم اللي عندهم شهايد. زين في سوق الأولين هل يعتبر مبرر حتى نكون فاسقين إحنا بحياتنا الحالية؟ والله شنو فتحنا عيوننا ولقيناهم هيك، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا وأمهاتنا. ترى موضوع إنه كل شخص يلبس حسب ما تربى عليه هذا خطأ، لأن من يقول إنه تربية الأهل هي تربية صحيحة؟ التربية الصحيحة هي تربية رسول الله. أما اللي فعلا تكون عندها علمية لكنها غير محجبة فهي كسبت معرفة صح لكنها خسرت العفة. فيا أختي الكريمة لا تنخدعين بهالخطابات وكوني صاحبة علم وعفة بنفس الوقت. أودعناكم.